هيك توصلكم من 10:05 على سلامتكم مرة أخرى. نرحبوا بكم بعد شوية نسبر رمضان تقولي لكم قولوا على هيك خليكم ديما معنا، ديما معدين وجودكم على راديو أوكسجين. توا نمشيو المدنيين وين متواجد زميلنا أحمد الملومي. على سلامتك ومرحبا بك. أهلا بك فاطمة، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين. إذا في مدنين يتواصل اعتصام الرحيل في ساحة الشهداء من مقر ولاية مدنين، لكن البارز في الاعتصام هذا اليوم أنه تم قطع الكهرباء عليهم، قطع عليهم الضوء اليوم في الاعتصام وما مشاش الاعتصام كما كان. معنا أحد المعتصمين باش يوضح لنا شنو صاير توا في ساحة الاعتصام. مرحبا بك معنا على موجة أوكسجين FM. شنو اللي صاير بالضبط؟ والله الاعتصام توا عندها 5 ليالي منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وقد قمنا احنا كجبهة انقاذ وطني بمدين باعلان السيد وكيل الجمهورية بنصب بالاعتصام يعني في ساحة الشهداء. ما رعنا الا البارح مثلا وقع مرتين يعني قطع الكهرباء بتعلة انه ما هناش ترخيص ومعناها، وهذا يعتبر تجاوز للسلطات وما نعرفش شنو، والصحيح غير ذلك يعني، لانه احنا قمنا هي هذه رضوخ يعني لضغوطات السلطة الحاكمة واساسا النهضة في مدين يعني. وكما تعرفوا يعني فعاليات الاعتصام يعني كانت نشطة جدا وثرية، وقمنا بعدة يعني كان اعتصام سميه اعتصام الصمود رغم محاولات العديد من المرات الاعتداء على المعتصمين. وقد تمت حادثتين. حادثة وقعت الأخ جعفر بالسعود حيث ألقيت عليه حجارة من ما يسمى مسيرة السلطة، دعم السلطة الفاسدة يعني. ووقع التعرض للأخ جعفر معناه ستر الله أنه يعني الحجرة جت تحت العين، حيث يعني وقع إسعافه في المستشفى، ووقعت خياطة 10 غرز يعني في تحت العين. ثم البارح كذلك يعني وقع إلقاء عند قطع الكهرباء، وقع إلقاء ما يسمى بالفوشيك، لكن الفوشيك غير معناه ما هوش المعهود، حيث انفجر على الأخ حبيب الزموري والأخ الفتحي حسين يعني، وتعرضوا لأضرار جسيمة يعني على مستوى البطن والأيادي. وقع معناها ما نعرفش كيفاش كأنها قنبلة يعني، ماهيش وهذا يتزامن مع قطع الكهرباء، وتزامن كذلك مع ما يسمى بمسيرة الشرعية. واليوم كما قلت يعني التحقنا كالعادة بساحة الشهداء وبمقر اعتصام الصمود، اعتصام الذي تنظمه جبهة الإنقاذ الوطني بمدين. إلا رأنا إلا أنه الكهرباء مقطوعة يعني والإنارة البلدية وما نعرفوش لحد الآن، رغم أن احنا مع ذلك تقدمنا يعني بمطلب صبيحة اليوم إلى السيد رئيس البلدية في هذا الغرض، ولكن لحد الآن لم يقع. وهذه كلها محاولات التفاف في حين أن يعني نعتبر هذه كلها محاولات تضييق على الاعتصام، ولكن نقول للجميع نحن صامدون هنا حتى تتحقق مطالب الجماهير ومطالب شعبنا ومطالب الاعتصام بمدين، وهي حل التأسيسي وحل الحكومة وإقامة حكومة إنقاذ وطني، وكذلك بعث لجنة خبراء تصيغ دستور. ونتمنى أن السلطة تحافظ على الحياد، تحافظ على الحياد، وخاصة البلدية، والبلدية هي يعني خدمة للمواطن وخدمة لجميع المواطنين. بالتالي نطالب بأن يعني تفي بعهودها
ونتذكر جيدا أن البلدية هنا في مدنين كيف وقع التآمر عليها ومحاولة إسقاطها، ولكن أهالي مدنين والفعاليات ونحن بالطبع كنا من دافع على استقلالية البلدية من أطراف السلطة الترويكا، وخاصة النهضة للاستيلاء على البلدية. واضح، شكرا لك. فاطمة، منذ قليل احنا كنا في اتصال مع سيد محي الدين بن عون رئيس بلدية مدنين، سألناه عن أسباب قطع الكهرباء على اعتصام الرحيل اللي كما قلت لك في ساحة الشهداء أمام مقر ولاية مدنين، فقال بأنه القطع يعني أنه ما عملوش ترخيص، ما طلبوش ترخيص من البلدية لاستعمال الإنارة الموجودة في ساحة الشهداء، فاعتبرها سرقة للكهرباء وتم قطع لهم الكهرباء، وقال بأنه بعد نصف ساعة تقريبا سوف يعني يتم إعادة الكهرباء لساحة الشهداء. ومن حقه انه يطبق القانون. مشكور برشا احمد اللملومي. ولا اذا هو مراسلنا من مدنين، ان شاء الله بعد شويه يكون حاضر معنا يعني حوار مع قيس حبيد المدون. قيس حبيد عنده ما يعلق زيادة على الوضع الراهن. خليكم ديما معنا، والسابر رمضان توتفيت تقول لكم قولوا له.